السلام عليكم. النهارده في مفاجأة، لا مفاجأة مدوية، مفاجأة من العيار التقيل. كلام يمكن أول مرة تسمعه، ولأول مرة تسمع حاجة كده فوق الخيال بالنسبة لكرة القدم. بس في البداية لازم أسمع تعليقك، تكتب لي تعليقك، وكمان تعمل مشاركة إذا عجبك الفيديو، وقبليهم تشترك معانا في اليوتيوب، وتتابع معنا على الفيسبوك صفحة ناصر لبيب. طب تعال اسمع معاي. رئيس اتحاد جدة السعودي، اسمه أنمار الحائلي، بيقول ايه؟ اسمع معاي. إذا أراد ميسي التوقيع لاتحاد جدة، هنعمل له عقد على بياض للمبلغ الذي يريده. أي مبلغ هيكتبه، تمام، وعقد للمدة الذي يريدها حتى ولو كانت لمدى الحياة، يعني لغاية، يعني المدى الحياة، يعني لو سنه 90 سنة برضه عقده موجود بنفس القيمة ويمكن أكتر. يعني بتتكلم عن أي مبلغ، أي مليار جنب المليار أصفار، ولغاية مدى الحياة العقد كده. ده مش هزار، ده جد. شوف ايه بيقول، بيبرر المبالغة. بيقول ايه؟ لما يكون ميسي في السعودية ويرتدي قميص الاتحاد، فالمال لا يساوي شيئا بالنسبة لي. المال ولا حاجة لما يعمل كده، لما يبقى في السعودية ويلبس قميص الاتحاد. وشوف بيبالغ، بيقول حاجة أنا عايزك يعني تركز فيها. سنحتفل بالدوري قبل أن يبدأ، لأنني أملك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. طبعا حاجة غريبة، سنحتفل بالدوري مع فريق الهلال ومع فريق النصر وفريق أهل جدة. طيب ده النصر ما خدش الدوري مع كريستيانو. طيب ماشي، ميسي أعلى. حتى لو ميسي دلوقتي يعني مفيش أي أنباء ولا أخبار، ولا يعني خلاص كبر في السن فهبط مستواه. اما تحتفل بالدوري عشان خاطر لاعب ممكن يتمسك بسهولة، حاجة غريبة. بص كده بيقول إيه كمان. تواصلت معه لما انتهى عقده مع باريس، وعرضت عليه ده بدري، من تقريبا سنتين، 1.4 مليار دولار، يعني حسبة 70 مليار جنيه مصري. 70 مليار جنيه مصري بس، لا، و88 مليون دولار سنويا. يعني انت بتتكلم في 5 مليار سنويا. ولكن هو رفض دون ان يستمع للعرض. رفض بدون ان يستمع للعرض او يتكلم فيه تماما. طب ما دي اهانة ليك يا عم. يا عم اسمك ايه انت؟ انمار ولا مش عارف ايه؟ ما استمعش للعرض نهائيا. طب دي حاجة غريبة. طيب، لأن عائلته تفضل أمريكا، أحترم هذا. ما أنت منبطح أساسا، يعني تحترم ما تحترم إيه؟ أهانك وبتحترم وهو أهانك. أحترم هذا، وباب الاتحاد مفتوح له متى شاء. أنا هترك لكم التعليقات، لأن الكلام اللي عندي بصراحة صعب. انبطاح سعودي بيتكلم عن حاجة خارجة عن كرة القدم تماما. كرة القدم اللي هي الكرة الجلد اللي بتلعب في ملعب، هي في النهاية لعبة. بتكلم عن مليارات المليارات. خلي بالك العرض ده كان قديم. يعني معنى كده انه لو كتب اي مبلغ من مليارات الدولارات كعقد، او عقد سنوي، انت بتتكلم ممكن في اي مبلغ هيوافق. وعقد مدى الحياة، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تمام. حاجة خارجة عن يعني عن التركيز، عن الفكر، عن الإدراك. انت بتتكلم في ميزانيات دولة، ميزانية دولة بالظبط، يعني ميزانية دولة ودولة كبيرة جدا. ليه كده؟ أنا عايز أعرف يعني إيه ده إيه ده؟ حاجة غريبة. اشترك معنا وقول تعليقك وشارك إذا أعجبك الفيديو. شكرا.